الزراعة في إفريقيا لحد القرن العشرين وجدنا إن إفريقيا كانت بتعتمد على الزراعة البسيطة البدائية. ده بسبب إن هم كان عددهم صغير وكان كل احتياجاتهم هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء. لكن بعد كده حصلت زيادة سكانية كبيرة، فوجدوا إن الزراعة البدائية البسيطة مش مكفية، فلجأوا لأنواع زراعة تانية زي مثلا الزراعة الكثيفة. يعني إيه؟ الزراعة الكثيفة دي هي زراعة الأرض أكتر من مرة، مرة بمحصول يكون بيرهق الأرض، والمرة اللي بعدها محصول ما بيرهقش الأرض، علشان يقدروا يحافظوا على جودة الأرض الزراعية أطول فترة ممكنة. وبعد التطور التكنولوجي يعني وجود الآلات ودخولها في الزراعة، لجأوا للزراعة الواسعة. يعني إيه الزراعة الواسعة؟ يعني إن هم يزرعوا مساحات كبيرة من الأرض. كل ده بيعملوه ليه؟ مش قلنا في زيادة سكانية؟ فكانوا محتاجين زيادة الإنتاج عشان يقدروا يلبوا احتياجاتها الغذائية. وبكده بنجد إن في أفريقيا تنوعت أنواع الزراعة ما بين زراعة بسيطة، زراعة كثيفة، وزراعة واسعة. طب إيه تفسيرنا للكلام ده؟ إحنا قلنا هما حاجتين بسبب احتياجات السكان، وإيه كمان اللي ساعدهم؟ وجود تطور تكنولوجي. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. كان يا مكان حتى القرن العشرين كان في إفريقيا السكان حبانون صغيرين، فاعتمدوا زراعة بسيطة لتحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل. وبعد شوية حصلت زيادة سكانية، فاعتمدوا مش زراعة أنواع تانية. دي حاجة لطيفة. اعتمدوا زراعة واسعة، زراعة كثيفة، لزيادة الإنتاج. لإيه؟ لسد احتياجات من إيه؟ احتياجات غذائية للزيادة السكانية. وبكده تعددت أنواع الزراعة في إفريقيا. لو شاطر بما تفسر قولي. تعددت أنواع الزراعة في إفريقيا بسبب احتياجات السكان والتطور التكنولوجي. شاطر.